اكيد لو اتفرجت على اي عرض مصارعة عدى عليك جملة Please don't try this at home. ما تجربش الكلام ده في البيت او في اي حتة عموما، لان حتى المصارعين المحترفين المتدربين بشكل كويس بيغلطوا، او حتى بيحصل مشكلة غير متوقعة، وللأسف لما ده بيحصل ممكن يؤدي الى اصابة او كارثة اكبر، لان في اللي اتشل جوه الحلبة وده موضوع فيديو النهاردة، وفي برضه اللي مات جوه الحلبة. وانا جاي احكي لك حكاية المصارع دروز، المصارع اللي اتشل في الحلبة في الدبليو دبليو اي، ومسيرته هناك وازاي للأسف اتشل. بس الاول هرسل التحية ليوسف عيسى صاحب فكرة الفيديو ده، احلى تحية على عيونك يا غالي. ويلا بينا. دارين دروزدوف اتولد يوم 7 ابريل 1996 في نيو جيرسي. دارين دروزدوف طول عمره كان راجل رياضي، ولما كان في المدرسة الثانوية كان محقق ارقام قياسية في رياضة المضمار والميدان اللي بتعتمد على الجري والقفز والرمي. بس الشغف بتاعه كان دايما في كرة القدم الامريكية، وهو في جامعة ميريلاند كان بيلعب فريق التيربنز، وتخرج من هناك ببكالوريوس علوم في العدالة الجنائية. وبعدها لعب في ال NFL دوري كرة القدم الأمريكية في أندية دنفر برانكوس، فيلادلفيا إيجلز، ونيويورك جيتس، في مسيرة قعدت 3 سنين. وفي الفترة دي اكتسب لقب بيوك، قيء أو ترجيع يعني، وده بعد ما اتشاف بيرجع بعد ماتش على التلفزيون. ومقال تبع سبورتس إليستريتد قال إنه كان بيعمل الحوار ده تقريبا في كل ماتش، وهو حاول يشوف مختص لأن عنده مشكلة قيء مزمن. وأنا بقولك المعلومة المقرفة دي ليه؟ عشان الحوار ده ساعده إنه يخش WWF. دارين بدأ مسيرته في الاتحادات المستقلة، وفي نفس الوقت كان بيتمرن مع دكتور توم بريتشارد. بس من الواضح إن هما اتحادات وضيعة قوي، لأن عشان تلاقي أي حاجة عن مسيرته قبل سنة 98 صعب قوي، يعني تقريبا مستحيل. بس اللي أقدر أقوله لك إنه لما مضى مع WWF ودوه أكاديمية دوري فانك لتعليم المصارعة عشان يقوي مهاراته ويحسن من أدائه. وفي الفترة اللي كان بيتمرن فيها قبل ما يروح هناك كان بيلعب بأسماء مختلفة، بس صعبة جدا تلاقي له ماتشات. المهم يعني في وثائقي بيوند ذا مات كان في اجتماع بين دروزدوف وفينس وشيم ماكمان وجي ار. دارين في الاجتماع ده اتطلب منه انه يرجع وش كده، وفينس قال له بما انك بتعرف ترجع في اي وقت وبمزاجك بالعقل كده يبقى اسمك ايه؟ بيوك او ترجيع، وده الاسم اللي هيظهر بيه في الدبليو دبليو اي. وبعد ما فينس قال ان الاسم ده مناسب زي بقية اسماء المصارعين الموجودين في الشركة، طلب منه انه يرجع بالطريقة بتاعت مستر ماكمان. He's gotta puke! He's gotta piss! هو الموضوع كله على بعضه مريب يعني وغريب وما كانش مريح يعني. وبعد الاجتماع دارين يكلم امه ويقول لها انك هتبقي فخورة بيا، ده انا اسمي هيبقى بيوك. المهم يعني دارين قبل ما يظهر في WWE هو اشتغل في ECW، وكان عامل عصابة اسمها انفيدرز او الغزاة. كان هو ولانس رايت وبراكوس ودوك فيرنس وفيل لافون، وكان المفروض ان هم غزاة جايين من WWE، وده كان فترة التعاون بينهم وبين ECW. وفي الفترة دي ما كانش غريب ان حد من WWE يظهر في ECW، وهناك لعب ماتشات مع ناس زي تاز وآل سنو ونيو جاك. واول ظهور ليه في WWE في حلقة الرو يوم 25 مايو 1998. في الحلقة دي الليجن اوف دوم طلعوا وعرفوا ان دروز او بيوك بقى تبعهم ومعاون ليهم. وفي الماتش واجهوا DOA، وطبعا قبل الماتش حاول يرجع الموتوسيكلات بتاعتهم، ودارين ادى كويس وهو اللي كسبهم الماتش. وحتى ولو الليجن اوف دوم في الوقت ده ما كانوش بنفس شعبيتهم ولا اهميتهم زي زمان، بس مع ذلك فكرة انه زميل ليهم فدي برضه حاجة كويسة وتساعده على الظهور. والاسابيع اللي بعد كده دارين يواجه في الماتشات الفردية مصارعين زي جيف جاريت وستيفن ريجل او ويليام ريجل، ودارين كسب جيف جاريت فعلا في الماتش اللي بينهم. وبعدها شارك في بطولة الملاكمة بتاعة WWE البرول فور اول، وكان فيها شوية مصارعين ملهمش لازمة. المهم في البطولة دي واجه رود وورير هوك وكسبه ووصل نص النهائي اللي خسر فيه من براد شو. وبعد ده هنتكلم على قصة مشاكل الليجن اوف دوم مع بعض اللي كانت بتلمح لانفصال التكتيم، عشان هو كان جزء من القصة دي. واللي حصل كالتالي: رود وورير هوك كان بيمر بمشاكل ادمان في الحقيقة، فالدبليو قرروا ان هم يستعملوا المشاكل اللي في الحقيقة دي ويعملوا منها قصة. فانيمال كان شايف ان هوك مش جاهز للماتشات، فعشان كده هو هيبدله بدروز في الماتشات. وهوك في القصة دي كان بيظهر سكران ومعمي مش فايق، لدرجة ان في مرة من المرات هوك طلع فوق الشاشة الكبيرة اللي بتبقى على الستيج وهدد ان هو يرمي نفسه، فدروز طلع له، ولما طلع فوق بان ان هو زقه من فوق الشاشة. ودول الرود ووريرز معلم من اساطير التكتيم، وكان باين WWE في وقتها بتأذي الارث والتاريخ بتاعهم،
وطبعا القصة فشلت، والاتنين أبدوا اعتراضهم مع القصة وما كانتش عجباهم. وبعدها في عرض كابيتال كارنيج اللي كان في انجلترا، علاقة دروز تنتهي مع الليجن اوف دوم بعد ما انيمال هجم عليه بعد الماتش بسبب ان هو بيلومه ان هم خسروا من الهيد بانجرز. وبعدها دارين دروزدوف هيتحول بشكل كامل لهيل، وهيعمل عصابة مع برنس ألبرت أو اي ترين أو لورد تنساي زي ما تحب تسميه سميه، ومعاه مصارع اسمه كي. والعصابة دي الفكرة منها انها تعكس حياة دروزدوف الغريبة. يعني برنس ألبرت كان الراجل اللي برسم له التاتوهات، وكي كان الديلر بتاعه، حاجة بسيطة يعني. وشغله مع العصابة دي وشخصيته في الوقت ده كانت أحسن من شخصيته مع الليجن اوف دوم، بس برضه كان لسه محشور في الميد كارد، لأن في الوقت ده في سنة 99 المين ايفنت كان معبي. ومش لازم أقولك يعني ده كان ستون كولد وذا روك والأندرتيكر وتريبل اتش، يعني حاجة دشملة. فكان بيواجه ناس زي ستيفن بلاكمان وفال فينيس وذا جاد فازر وديلو براون. وللأسف لازم نقف عند ديلو براون ده. ديلو براون واجه دروز في تسجيل عرض سماك داون يوم 5 أكتوبر سنة 99 في لونج آيلاند نيويورك. في الماتش ده دروز جه لابس تيشيرت واسع، وكان تيشيرت شبكة كده، والتيشيرت ده اللي الراجل لام عليه ان هو السبب في اللي حصل. وديلو براون الفينيشر بتاعه في الوقت ده كانت باور بومب بيجري فيها خطوتين وهو بيعملها بيقعد سيت داون باور بومب. والدبليو دبليو اي طبعا ما طلعتش صور ولا فيديوهات من الماتش ده، فالفيديوهات والصور اللي هحطها مش من الماتش، ما عدا صور كده انا لقيتها هحطها واكتب عليها ان هي من الماتش ده. وديلو عمل الحركه دي كتير قوي، حتى عملها على دروز نفسه، بس المره دي لما ديلو حاول يعملها ما عرفش يمسكه ووقعه على دماغه. ويمكن السبب كان التيشيرت اللي لابسه دروز، واللي دروز قالوا على اللي حصل بينهم ان هما عملوا حركتين بعد كده حطوا في الكورنر، وانه لما يرجع ويبص بيفتكر حاجتين صغيرين، انه دايما كان بيصارع بكل البيرسينج بتاعه، بس المره دي ما لعبش البيرسينج اللي كان في صدره، وما عندوش فكره هو شاله ليه. وتاني حاجه انه كان لابس تيشيرت واسع عمره ما لبسه قبل كده. وكمل وقال ان ديلو كان هيعمله حركه الباور بومب اللي عملها له قبل كده، وانه فاكر انه رفعه لفوق، بس لما اترفع كان حاسس ان في حاجه غلط، ما كانش مرفوع للاخر. وانه كان لابس تيشيرت باجي او تيشيرت واسع، وفاكر ان التيشيرت اتزحلق لتحت شويه، وان الحوار اللي حصل في الحلبة وما كانش غلطة اي حد. وفاكر ان هو لما خبط الحلبة سمع صوت كسرين وعرف انه في مشكلة، وهم وقفوا الماتش وقالوا له ان هو ياخد وقته، بس هو كان عارف ان هو اتشل وما كانش عارف يحرك اي حاجة، دماغه كانت على جنبها وما كانش عارف يتحرك. وانه هم بيخرجوه بره كان فاكر زمايله وهم بيتمنوا له السلامة، وانه راح المستشفى بعد 5 أو 10 دقايق. وفاكر حاجات بسيطة من لما كان في مركز الصدمات او قسم الطوارئ، ده اللي بيروح الناس اللي عملت حوادث خطيرة. ميك فولي قال في الكتاب بتاعه ان ديلو كان متضايق جدا بعد الحادثة، وكان دايما بيلوم على نفسه وان هو السبب في اللي حصل. وميك وديلو راحوا المستشفى سوا عشان يطمنوا على دروز، وديلو قال ان ده اسوأ يوم في حياته سواء في المصارعة او في الحياة الحقيقية، وان هو ودروز ما كانوش قريبين من بعض قبل الحادثة، بس هو مش عارف ازاي حادثة تخلي الناس تقرب من بعض، وان بينه وبين مرات دروز عداوة، وان هي بتلومه على حاجات كتير. وهو ودروز اتكلموا على الحادثة كذا مرة وما يعرفوش ايه اللي حصل غلط خلى الحادثة تحصل. وبداعي الاحترام ما بيتفرجش على الشريط بتاع الماتش، ومحدش من الجمهور رمى زبالة او تلج، فهو ما اتزحلقش. وان اي حد كان ممكن يبقى مع دروز في الحلبة، وكان هو اللي معاه، وللأسف في حد اتشل. وان دايما الناس بتسأله لو الموضوع بيأثر عليه، طبعا بيأثر عليه الموضوع، لو ما بيأثرش عليه فهو مش انسان. والسنة بعدها كان بيصارع بشكل مختلف، وكان بيفكر مرتين قبل ما يعمل اي حاجة، وكان لازم ياخد وقت يريح فيه، ولولا جي ار اتكلم معاه كان هيعتزل، وان محدش اتأذى تحت انظاره، ودي حاجة كانت مصدر فخر ليه، وهو كان قريب انه يعتزل. ولولا جي ار قعد معاه وكان في محادثة طويلة بينهم، والحادثة اثرت عليه بشكل شخصي، وكان على وشك يفسخ خطوبته في الوقت ده. وانه عمره ما كان الراجل اللي بيروح حفلات، بس هو بدأ يعيش الجو ده بتاع العربدة والحفلات كأنه مش هيعيش لبكرة. ما كانش عارف المفروض يعمل ايه، وكان شايف ان دي الطريقة اللي يتخلص بيها من اكتئابه، انه يقضي حفلات. وهو ودروز بقوا صحاب واتكلموا في خلال السنين، وان ليه مكانة في قلبه، وانه ما بيعديش يوم من غير ما يفكر فيه، ومحدش فيهم بيلوم التاني على حاجة. ودروز عمره ما لام ديلو على اللي حصل، وده يوريك ان هو بني ادم كويس. ميك فولي كتب ان ودروز كان لسه على النقالة في المستشفى، قال لديلو ما يلومش على نفسه، لان اي حد في مكانه حصل له اللي حصل ده السهل ان هو يلوم ديلو ويشيله الليلة كلها. بس هو محبش ان ديلو يفضل يلوم نفسه حتى وهو في عز الموقف الصعب ده. ودروز قال ان هو ما عندوش اي ضغينة ناحية ديلو، وان الاخطاء بتحصل في الرياضة، واي حد في الدبليو دبليو اي عارف المخاطر اللي فيها،
لأنها في الآخر كانت حادثة مش مقصودة، وإن بالرغم من أي حاجة بتحبطه في دايما يوم جديد، وبالرغم من كونه مشلول وعايش حياته في كرسي متحرك ده مش معناه إن الحياة انتهت، وإنه اتعلم يعيش من تاني. والجانب المضيء في القصة دي إن هو عرف يستعيد الحركة في الجزء الفوقاني من جسمه، والدبليو اهتمت بيه بعد الحادثة على طول، واديته وظيفة في الشركة ككاتب في المجلة والموقع بتاعهم. وصديقه في الكلية ومؤسس شركة أندر أرمور كيفن بلانك جاب له كرسي متحرك روش كده شكله شبه الدبابة. وبمساعدة صحابه وأهله والدبليو دروز عرف يتعامل مع الشلل بشكل كويس، وقال إن لما الحادثة حصلت في جزء منه كبير مات، وعقليته اتغيرت على مدار السنين، وبدأ حياته من الأول بعد الحادثة، وأدرك إن هو لسه عايش ما ماتش. ودارين دروزدوف اتوفى السنة اللي فاتت 30 يونيو 2023 عن عمر 54 سنة، وتوفى نتيجة عوامل طبيعية. بس في حاجات كتير في القصة بتاعته ملهمة، انه ما استسلمش ومبدأش يلوم على اللي حواليه وعلى ظروفه، وانه مفضلش يسأل نفسه كتير ماذا لو، وعاش حياته بأحسن شكل يقدر عليه. وبس دي قصة المصارع دارين دروزدوف اللي اتشل في الحلبة. اتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش لو عجبك الكلام ادي لايك ودي سبسكرايب وسيب رأيك ازاي نطور المحتوى ورأيك في الفيديو. والسلام عليكم.